ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بتاع النهارده، بصوا روتين قمر كده. هقول لكم ازاي تتخلصوا كده من الطاقه السلبيه، ازاي تخلصوا من زن الولاد والفصلان بتاعهم، وتروقوا بالكم كده وتخلصوا من اي طاقه سلبيه. لايك وشير للفيديو وتابعيني عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه بعملها اول ما بقوم من النوم، بفتح البلكونه وكل الشبابيك عشان الطاقه السلبيه تخرج من البيت، الهواء يتجدد وتحسوا ان البيت كده كله روح حلوه وطاقه ايجابيه. وبعد كده شغلي بقى اذاعه القران الكريم، سواء راديو عندك او الراديو بتاع التلفزيون او حتى قناه القران الكريم بتاعه التلفزيون، زي ما انا ما عملت كده معاكم في الفيديو. بحب بقى بعد ما اعمل كده اقوم داخله البلكونه اسقي طبعا الزرع. احنا في الصيف فالزرع لازم يتسقي يوميا. وبشرب كوبايه ميه. الميه من الحاجات الحلوه جدا للجسم، خصوصا في الصيف. ده غير ان شرب الميه الصبح على الريق على معده فاضيه كده بيظبط الدوره الدمويه بتاعه الجسم. بعد كده تقدري بقى تعملي مشروبك المفضل، سواء هتشربي بقى نسكافيه، هتشربي قهوه، هتشربي اي حاجه انت حابه تشربيها الصبح. انا ما بحبش افطر على طول. المهم جبت بقى كده المكنسه وابتديت اشوف الكيس بتاعها كان مليان. انا كنت هكنس بيها فحسيت ان هي ايه، بتشفط ببطء كده، فقلت ابص على الكيس فلقيته طبعا مليان، ففضيته كده ونفضته. طبعا انا ما بغسلهوش كتير وما بفضلش ان احنا نغسله كتير، يعني مره كل 3 شهور كل 4 شهور كده. مش عمال على بطال نغسل الكيس ونغسل الدراع بتاع المكنسه، لا، مره كل فتره نعمل لها صيانه. هاخد برضو السجاده ديت هغسلها. اقول لكم سريعا هعمل ايه عشان نكمل كلامنا. خدت السجاده ديت. محمد كان دلق لي بقى، كان كسر لي البيض على السجاده بتاعه المطبخ، فكنت فرشه دي بديل على ما غسلتها وسبتها مفروشه شويه. وبعد كده هي نظيفه زي ما انتم شايفين، بس قلت ما عينهاش برضو غير لما تتغسل كويس غسله كده ايه، محترمه. عايزه اقول لكم بقى ان احنا بنعاني واولادنا كمان بيعانوا، كل الجيل الجديد دوت سواء احنا او هما بنعاني مع العالم اللي احنا فيه. التكنولوجيا مش حاجه حلوه خالص وبتأثر بالسلب علينا وعليهم. مسكة الموبايل كتير، او استعمال الموبايل بدون هدف، انتي قاعده بتسمعي اي حاجه وخلاص. الحاجات دي بتعود علينا بالسلب. وطبعا على الاطفال، انا بتكلم دلوقتي علينا وعلى اطفالنا، سواء انتي او هما. الموبايل استعماله بدون هدف هيأثر عليكي وعلى نفسيتك وعلى الاطفال بالسلب. فهنستخدم الموبايل، نستخدم حاجة مفيدة، نشوف حاجة مفيدة. طبعا فيديوهات زي الروتينات التشجيعية بتاعتنا دي او بتاعت اي قنوات تانية تخص قنوات تانية، دي حاجات هادفة طبعا بتنشطك وبتخليكي تشجعي وتخلصي كل اللي وراكي. لكن المحتوى اللي مش هادف بيضيع وقتك وبيهدر وقتك وبيأثر عليكي بالسلب، ان انتي هتفضلي ماسكه الموبايل والموبايل هيشدك، فنفسيتك هتتعب وهتكتئبي. اصلا السوشيال ميديا ديت اصلا، بصوا، لو فضلتي قاعده قدامها كده 24 ساعه تكتئبي، هتصدعي ونفسيتك هتبقى مش احسن حاجه. فانا مفضلش ماسك الموبايل فتره طويله، سواء لينا احنا ككبار او للاطفال. هتشوفي فيديو مثلا روتين او قناه بتحبيها او حد انت بتحبيه بيشجعك اتفرجي. خلي ليكي وقت معين في الموبايل، سواء بعد ما تخلصي شغلك. ما بفضلش مسكة الموبايل خالص الصبح بدري اول ما تقومي كده، لا. انا طبعا لو بمسك الموبايل ببقى عشان هصور شغل او هعمل شغل، لكن مش بمسكه اول ما بقوم خالص. انا بعد ما بخلص شغلي بقعد اظبط فيديوهاتي، اقعد مثلا لو في حاجة اظبطها بظبطها بعد ما بخلص كل حاجتي. لكن انا حرفيا الموبايل ده ممكن اقعد لحد المغرب انا مش عارفه امسكه. انا ممكن امسكه واصور بيه، لكن ان انا امسك الموبايل اشوف فيه حاجه معرفش. طبعا ان انا
امسكه في الوقت ده لاني ببقى مش فاضية. هو الموبايل بالنسبة لي بعمل عليه شغل وبس. طيب الأطفال، نحاول ان احنا نلعبهم ألعاب اللي كنا بنلعبها زمان. لو هينفع طبعا تنزلي بيهم الشارع زي ما بقولك كده، انزلي. لو هتجيبي كرسي كده اللي هو الكرسي المتنقل ده وتقعدي قدام ولادك، هيبقى احسن من كتير من قعدة البيت. العيال لازم تشوف الشارع، خصوصا ان احنا في صيف واليوم طويل ولازم يلعبوا ويطلعوا طاقتهم. حتى لو ساعة واحدة في اليوم اقعدي قدامهم كده بالكرسي يجروا ويلعبوا في قلب الشارع. اللي عايز يلعب في الرملة يلعب، اللي عايز يلعب بكرة يلعب، بعجل بسكوتر اي حاجة بقى موجودة، سيبيهم يلعبوا براحتهم ويطلعوا كل طاقتهم زي ما احنا ما كنا بنلعب زمان. احنا زمان كنا الشارع بالنسبة لنا هو كل حاجة. احنا مش جيل بتاع نوادي بقى ومروح نوادي وكده، لا احنا كنا بنلعب في الشارع عادي خالص. فطبعا حاولي ان انتي تخلي ولادك يلعبوا في الشارع. لو مش متاح ان هم ينزلوا، حاولي ان انتي تلعبي معاهم في البيت العاب هم يحبوها ويختاروها. انتوا هتخصصوا ساعة للعب، ساعة كاملة، ما تزهقيش وما تمليش، عشان اطفالك بجد لو سبتيهم للموبايلات اطفالك مش هتبقى طبيعية. اتكلمي معاهم، اقرا لهم قصص، اقعدوا لونوا سوا. طبعا الكلام في الموضوع دوت هيطول شرحه، هنكمله في سلسلة الفيديوهات الجاية. ودوت بقى كان الروتين بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الكلام اللي انا قلته لكم. احنا كلنا بنحاول نصلح من نفسنا، فطبعا الكلام مش هيخلص في الفيديو دوت، هنكمل كلامنا في باقي الفيديوهات الجاية. لايك بقى وشير للفيديو لو عجبكم. ولو اول مرة طبعا بتشوفوا قناتي تابعوها، عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه.